يا صباح الخير، صباحكم سعادة وتفاؤل وراحة بال، يا رب جميعا تكونوا بخير. اوقات كتير كده بتلاقوني بعد ما بعمل معاكم وصفات غدا او حلويات مثلا، وببقى عاملاها ومصوراها في مطبخي وكل حاجة، بس باجي بقى في الاخر وبقول لكم ان انا بعد ما عملت الوصفة دي معاكم او الحلويات دي مثلا اخدتها ورحت عند بابا او اخدتها وخرجنا مع بعض، وانا بصراحة كده بابا قصدر ان انا اوريكم اختلاف المكان او انا عملت الوصفة دي واخدتها ورحت فين، كنوع من انواع التحفيز او التشجيع ان انت تبقي رايحة بقى بيت باباكي او بيت حماتك وتلاقي الناس دي لسه موجودة كده في حياتك، ربنا يدومهم علينا نعمة يا رب ويديهم الصحة والعافية. فانا ببقى عايزة ايه بقى، ببقى عايزة افكرك كده واحفزك واشجعك انك كنت رايحة لهم كده تعودي تعملي اي حاجة حلوة وخديها معاكي حتى لو كانت بسيطة، صدقيني بتفرق معاهم جدا. احنا كده كده دلوقتي بقينا بنعمل كل حاجة وكل الحلويات في بيوتنا، فمفيش مانع يعني انك تدوقيهم بقى من عمايل ايديك الحلوة الحاجات اللي هم ما بقوش يعرفوا ولا هيقدروا يعملوها. صدقيني قمر القعدة واللمة كده على صينية حلويات او على طبلية غدا هتفرق معاكي ومعاهم ومع اولادك بعدين. فانا بقى كنت عامله لهم الصاج القمر ده علشان هم بيحبوا الوصفه دي جدا بصراحه. هي عباره عن طبقات كده من السعاده، تخيلوا بقى طبقه من الكنافه وعليها طبقه من الكريمه وبعدين طبقه من الجلاش، تبقى عامله ازاي؟ ويلا بقى كفايه كده تحفيز وتشجيع، وتعالوا نشوف الوصفه القمر دي عملناها ازاي. بس لو سمحتوا حابه افكركم قبل ما نبدا الفيديو، يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه وكمان تفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه في الوصفه دي لازم نحضر السيرب او الشربات علشان نسيبه يبرد. انا هعمل كميه كبيره شويه من السيرب علشان بحب اعملها كده واسيبها في التلاجة تكون جاهزه باستمرار. فعملت كوبايتين من السكر وعليهم كوبايتين من الميه، معلقه من عسل الجلوكوز او العسل الابيض او عسل الكنافه التقيل، وعليهم عصرة نص ليمونة وربع معلقة صغيرة من لون الزعفران. انا لون الزعفران بحب احطه للكنافة او للجلاش علشان بيدي لون كده ولمعة حلوين. بس على فكرة بقى لو انتوا من الناس اللي بتحب الحاجة مسكرة قوي قوي يعني، فممكن تستخدمي كمية الشربات كلها، لكن انا علشان بحب الحلويات يكون سكرها قليل فالكميه دي كانت كتير. وبعدين هسيب الشربات يغلي على نار متوسطه لمده 10 دقايق. القوام بتاعه بيكون تقيل شويه. وهنا كان عندي نص كيلو من الكنافه في الفريزر، طلعتها وكسرتها وهي متلجه علشان تتكسر معايا بمنتهى السهوله وما اضطرش بقى ان انا احطها في كبه ولا اي حاجه. وبعد ما كسرتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هحط عليها 4 معالق كبار من السكر البودر وهقلبهم مع بعض كويس. وبعدين هجيب بقى كوبايه من كوبايات الشاي العاديه اللي موجوده في كل بيت دي، وهملاها سمنه بلدي متسيحه. يا ريت السمنه يكون نوعها نضيف علشان بتفرق جدا مع الكنافه او مع الحلويات الشرقيه عموما يعني. وحطيت على السمنه اقل من ربع معلقه صغيره من لون الزعفران، بتفرق جدا في لون الكنافه. اهم حاجه ان السمنه اللي انت هتستخدميها مع الكنافه يا اما تكون بلدي يا اما سمنه يكون نوعها نضيف علشان هي اللي بتفرق جدا في طعم الكنافه. وبعدين هنزل على الكنافه بنص كوبايه السمنه وهقلبهم مع بعض كويس جدا لغايه لما الكنافه كلها تتغلف بالسمنه. بس هو من المفروض يعني ان كل نص كيلو كنافه بياخد كوبايه من السمنه البلدي، لكن وبما ان بقى الوصفه دي لسه فيها طبقه كمان من الجلاش والجلاش بيحتاج سمنه، فقلنا نخف السمنه شويه. لكن لو انت هتعملي صينيه كنافه عاديه بالكريمه يعني او بالمكسرات اللي هي بتكون طبقتين دي، فهتحتاجي لكل نص كيلو كنافه كوبايه من السمنه. وده كان شكل الكنافه بعد ما غلفتها كويس بالسمنه. وده الصاج اللي انا هستخدمه مقاس 35 في 25. وبرده هحط شويه سمنه كده حلوين، بلاش تقللي السمنه في قاع الصينيه او الصاج اللي انت هتعملي فيه الكنافه، لان السمنه دي اللي بتفرق جدا في تسويه الكنافه وكمان هي اللي بتديها لون حلو. وكمان تتاكدي ان الكنافه دي عمرها ما هتتحرق منك. وعلى فكره ممكن تعملي نفس الوصفه دي بنفس المقادير والكميات وكل حاجه على صينيتين مدورين. انا عملتها معاكم قبل كده في صينيتين، لان نص كيلو الكنافه هيتقسم على صينيتين ولفه الجلاش برده هتتقسم على صينيتين، بس علشان الصاج ده كبير والمقاس بتاعه كمان على قد ورقه الجلاش فقلت استخدمه احسن من الصواني بدل ما افضل بقى اقطع الجلاش على شكل الصينيه والكلام ده. فالصاج في الوصفه دي بصراحه بيكون احلى. ولو انت هتعملي الوصفه دي في صينيتين يبقى هتستخدمي صواني مقاس 30، هتطلع معاكي حلوه جدا مع نص كيلو كنافه ونص كيلو جلاش. المهم وانت بترصي الكنافه في الصاج لازم تعلي الجوانب بتاعتها كده علشان لما نيجي نحط طبقه الكريمه ما تطلعش منها. ولازم كمان تضغطي على الكنافه كويس جدا سواء بايديكي او بصينيه. وهنا انا هحضر طبقه الكريمه بس هحضرها بطعم مختلف شويه. انا استخدمت 3 كوبايات من اللبن وعليهم 3 معالق كبار من سميد البسبوسه، معلقتين بس من السكر ومعلقتين من جوز الهند الناعم. وفي الاول بقلبهم على البارد وبعدين برفعهم على نار متوسطه مع التقليب المستمر. واول ما الكريمه بدات تسخن كده وتغلي دوبت معلقتين كبار مليانين من النشا على نص كوبايه من اللبن، وهضيفهم كده بالتدريج مع التقليب المستمر على الكريمه. وكمان حطيت معلقه صغيره من الفانيليا. هتقولولي طب انت ليه ما ضفتيش النشا من البدايه يعني وريحت نفسك وقلبتي على البارد؟ انا فعلا بعمل كده كل مره، بس علشان المره دي مستخدمه في الكريمه سميد بسبوسه وهو بطبيعته بيتقل القوام، فحبيت اشوف بعد ما الكريمه تسخن وتبدا تغلي معايا قوامها عامل ازاي علشان على اساسه احدد انا محتاجه قد ايه نشا، علشان ما
ازودش نشا من البدايه والقوام يطلع تقيل قوي. وبعد ما خلصت الكريمه حطيتها على الكنافه وهبدا ارص بقى طبقات الجلاش. وبعد كل طبقتين من الجلاش بدهن سمنه كويس جدا. انا ما بحطش سمنه بصراحه بعد كل طبقه علشان الموضوع ما يبقاش اوفر قوي، هي كل طبقتين بتكون حلوه جدا. والسمنه دي من باقي كوبايه السمنه اللي كنت مسيحاها علشان الكنافه، بس سيحت عليها كمان معلقتين كبار. واي زياده او طول من ورقه الجلاش بدخلها كده لجوه علشان كمان اتاكد ان طبقه الكريمه اللي جوه مش هتطلع وانا بقطع الجلاش زي ما انتم شايفين كده. مره اخلي زيادات الجلاش بالطول ومره اخليها بالعرض، المهم ان انا اقفل الجوانب الاربعه كويس جدا علشان الكريمه. حاجه مهمه برضو في تحضير الكريمه سواء انت بتحضريها للكنافه او للجلاش ان انت لازم تخلي قوامها تقيل شويه علشان وانت بتقطعي الكريمه ما تطلعش منك. وكده كده اصلا احنا ما بيبقاش عندنا صبر يعني، وبناكلهم وهم سخنين او هم دافيين، فاوريدي الكريمه بيكون قوامها لسه كريمي كده مش متماسك ولا اي حاجه. وبعد ما تدهني الطبقه الاخيره بالسمنه هتقطعي بقى التقطيعه اللي انت عايزاها بالشكل اللي يريحك. ولغايه هنا بقى يا امارات انا كنت بصور في مطبخي زي ما انتم شايفين، وبعدين اخدت الصاج ده كده ني زي ما هو ورحت سويته عند ماما. وطبعا هتقولولي ما كنت جملت جميلك يا ستي وسويتيه، بس لا علشان احنا كنا لسه ما اتغديناش وكان لسه بدري يعني على الغدا، فاحنا بنحب ناكله في السهره كده وكمان بنحب ناكله هو سخن، فما كانش ينفع بقى ان انا اسويه عندي علشان كان هيبرد. انا اصلا كل الحلويات اللي بعملها عندي وباخدها نيه علشان احنا بنحب ناكلها سخنه زي الكنافه، البطاطا، الجلاش مثلا. لكن بقى اللي ممكن اخده فعلا جاهز الكيكات، البسبوسه، يعني الحاجات اللي ما بتتاكلش سخنه فدي باخدها معايا جاهزه. المهم ان انا دخلت الصاج القمر ده على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. اول ما تلاقي الجوانب بتاعه الصاج اخدت لون واحمرت هتطفي من تحت وهتفتحي عليها الشوايه لغايه لما تاخد لون وبس كده. وبعد ما تطلع من الفرن وهي لسه سخنه جدا هتنزلي عليها بالشربات البارد، بس طبعا الشربات يكون بدرجه حراره الغرفه، يعني مش يكون عندك في التلاجة وتطلعيه وتسقي بيه الحلويات. المهم في الوصفه دي وانت بتسقي الشربات اكتر حاجه تركزي عليها الجوانب، وتفضلي تميلي في الصاج كده شويه شمال وشويه يمين علشان طبقه الكنافه اللي تحت تشرب شربات كويس. يعني ما تعتمديش على انك بتسقي طبقه الجلاش اللي فوق بس، ركزي على الجوانب علشان الكنافه تطلع واخده شربات وطعمها حلو. وبس كده. ومش قادره اقول لكم بقى كانت ريحتها قلب الدنيا بجد، كلناها وهي لسه سخنه زي ما انتم شايفين كده. كانوا اخواتي واولادي وكلهم كانوا واقفين حواليا وعمالين بقى يخطفوا من طبقات الجلاش اول ما خرجت من الفرن حتى قبل ما اسقيها عسل. والله فعلا ما استنوش لغايه لما تشرب العسل، كلوها سخنه جدا. اما بقى الايد اللي انتوا شايفينها ممدوده ومش صابره خالص دي من ساعه ما طلعت الصاج، فيؤسفني ان اقول لكم ان دي مش ايد اولادي، دي ايد اختي. دي متجوزه وعندها اولاد بس اعيل منهم بصراحه، ما عندهاش حاجه كده اسمها صبر. يا حبيبتي طب استني تبرد، يا ماما الكريمه لسه سخنه، يا حبيبتي طب اصور. لا انا ماليش في الكلام ده كله. يعني تخيلوا لما الكبار يبقوا اعيل من العيال ويخلوا الصاج بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، حته فاتحه وحته غامقه، عمالين ياكلوا الوش المقرمش. بس بصراحه يعني هي دي احلى حاجه، وهو ده اللي انا بقول لكم عليه، اللمه على صينيه حلويات على طبليه، الجو اللي بيحصل والخطف اللي عمالين يخطفوه والكل واقف حواليكي بالاطباق كانك واقفه في محل مثلا، والضحك والهزار والخناقات على الحاجه وهي سخنه، واللي عايز ياخد اكتر واللي مش سائله في عيالها اصلا. صدقيني وهو ده الجو اللي هيفرق معاكي جدا. المنظر ده بيفرق جدا مع مامتك وباباكي لما بيشوفوه، بيفرق مع اخواتك وبيخلي كده في بينكم حب وموده. وصدقيني هيفرق جدا مع اولادك بعدين، لان اللحظات دي ما بتتمسحش من الذاكره ابدا، زي لحظات كتير حلوه عشناها زمان ولسه فاكرينها لغايه دلوقتي. فانت كمان حاولي تخلقي جو حلو لاولادك، اعملي لهم ذكريات حلوه، خلي مامتك وباباك يعيشوا ويشوفوا لمه حلوه علشان ما يحسوش كده ان عمرهم راح هدر. وصدقوني الناس الكبيره دي بتفرح باي حاجه وباقل حاجه مهما كانت بسيطه. اعملي على قد ظروفك وبيتك، وصدقيني ربنا هيكرمك وهيفتحها عليكي وهيجازيكي خير، وعلشان كمان ربنا يكرمك في اولادك ولما تكبري تلاقيهم بيعملوا معاكي كده. وخليكي متاكده وعلى يقين ان جبر الخاطر ده حاجه عظيمه جدا عند ربنا، واكيد هيردها لك هيردها لك. ويلا كفايه كده يا امارات، يا رب اكون فكرتكم ولو بحاجه بسيطه، ونتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد. استودعكم في امان الله، ويا رب يكون الفيديو كان خفيف على قلوبكم. بس ما تنسوش لو سمحتوا لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بحاجه بسيطه تدعموني بالاشتراك في القناه، وكمان تفعلوا الجرس، وما تنسوش اللايك والشير. ربنا يحسن ما بين ايديكم، بحبكم في الله.